الفنان ديالنا باش يمكن تكون الجمهور ديالك في الملال انت مقبل ان شاء الله كما علمنا من المصادر على المشاركه في مهرجان ديال بني ملال اللي غادي ينظم في النهايه ديال هذا الشهر ديال يوليو. السلام عليكم، تحيه للجمهور الكريم المغربي من طنجة الكويرة، وتحيه للناس بني ملال واحد. بني ملال عندي معاه تاريخ قديم من زمان، ولاد يوس، ولاد حمامه، ولاد البزازه، جاو بني ملال بالضبط. دوزت معاهم تاريخ قديم، وديما فيما كاينه شي مناسبه حضرت لهم العرسات ديالهم دار النهار. وهذا العام ان شاء الله عندي مشاركه في عيد العرش اللي هو مع مهرجان بني ملال اللي غادي يكون ان شاء الله نهار 29 في الشهر 7 ان شاء الله. هذه المشاركه شنو كتمثل لك انت السي عزيز؟ انت خدمتي في بني ملال بزاف، واول مره طلع في مين ستار رسميه، شنو كتشكل لك مثلا هذه المشاركه؟ هذه المشاركه مزيان، انا بغيتها حيت الجمهور بني ملال ما عمري ما حكمته كامل، ولكن بالمناسبه ديال عيد العرش ان شاء الله غادي يكون اقبال كبير ان شاء الله. بالنسبه للجمهور ديالك الكبير بني عمير مثلا، ابو صوفقي مزار ولا خنيفره ولا هذه الجهه عندها محبين للاغنيه الامازيغيه ديالك بزاف. انا كفنان امازيغي شعبي عندي اقبال في المغرب كامل، من طنجة الكويرة، ماشي غير بني ملال، ماشي فين ما مشيتي في المغرب طلع وزار منذ عقاش سنين، وانا تبارك الله تعالى دابا ما يزيد على 33 عام ديال الحرفه، راه ماشي سهله باش ما يمكنش ما يعرفك حتى واحد في المغرب. دابا كلشي كيعرفني انا من طنجة الكويرة. انت كاسم معروف، ولكن اشنو على مستوى الساحه الامازيغيه المعديه، شنو الجديد ديالك اللي يمكن اللي في هذا الصيف اللي تقدموا لهاد الساكنه ديالنا؟ الجديد خرجوا جوج اغاني شعبيه، وان شاء الله في السنه الاخرى غادي يخرجوا جوج اغاني امازيغيه ان شاء الله، باش غادي نقادوا الميل ما بين الامازيغيه والاغنيه الشعبيه. واش غادي نقول لك، المدرسه ما عمرها، المدرسه ديال الغناء ما عمرها كتقابل، ديما كاينين المنابع وكاينين العيون اللي كتعطي باش يمكن لك تسقي الجمهور المغربي. انا ديما عندي ما يزيد على 50 شريطه من الغيكاز. انت كفنان شعبي كبير، الحمد لله عندك العشاق ديالك محبين في المغرب كامل، الحمد لله. فهمتي؟ اش من كلمات تقدر توجه لهاد الناس اللي كيحبوك وكيعشقوك وعددهم كثير على مستوى الجهه ديالنا في المغرب؟ الجمهور المغربي كما قلت من طنجة حتى الكويرة، وتنقول لهم شكرا على الدعم ديالكم اللي دعمتوني وسنين هذه وانا معكم، ومازال لازال ان شاء الله غادي نعطي، ونتمنى سيدي ربي يطول لي العمر ديالي، وكنشكرهم بزاف مازال تيعاونوا، مازال معايا الجمهور المغربي، كنقول لهم شكرا على هذا الدعم هذا. شنو كينقص الاغنيه الامازيغيه باش تكون في واحد المكانه كبيره؟ الاغنيه الامازيغيه راه كاينه في المكان، ماشي ما كايناش، راه كاينه في المكان ديالها، غير زعما ما نهربوش عليها بواحد بحال هاد الستيل اللي خارجين دابا ديالنا، خصها تبقى في المكانه ديالها الاصيله ديالها، ولو تخدم بديزانستريمون عصريه، ولكن خص اللهجه الامازيغيه تبقى في اللون ديالها، ويكون هذاك اللي غيعطيها يكون قد يعطيها ويوصلها، والقلب ديالو يكون فيها. لا بيان سور. احنا في فصل الصيف تكثروا الحفلات والاعراس، شنو كتمنى لهاد العرسان الجداد وهاد الناس اللي مقبلين على هاد الحفلات؟ انا تنقول لهم الله يكمل عليكم بالخير، واللي داز شي طريق زوينه الله يكمل عليه، واللي غلط الله يهديه، واللي كيهضر بزاف نطلبوا سيدي ربي يجمع راسو يعرف اش كيدير واش اللي كاين. كاينه منافسه كبيره في هذا القطاع ديالكم، وكاينه بعض الاشخاص بعض المرات كنتصادموا مع تصريحات اللي هي غير اللي هي غير معقوله. هذيك ضريبه النجاح، اي فنان كيتعرض للعيوب ولا كيتعرض لاي حاجه سي نورمال، حيت لا كونكيرونس راه بنادم لابد ما غيتقاس، هذه هي الدنيا، ولكن حنا كنتسنى الجمهور سي بون مزيان. والاطلس المتوسط لمدينه الحاج هو اللي ديما اللي راه غادي معايا فيما كانت شي سهره، هو اللي كيوصل الاحوزار،
عيون واذن الجمهور المغربي في المكان، وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا وتنقدم ليه جزيل الشكر باش سي عزيز راه تبارك الله خدم واحد خدمه كبيره، وكنتمنوا ليه المزيد. وشكرا. حنا بدورنا كنشكروك، انت فنان كبير شكرا سي عزيز. وهذا ماشي ما كنديروش شي حاجه كنقدموا داكشي اللي كتقدم انت، غير هو قربناه على المغاربه وصافي. بيان سور خصني يقربك عند الناس. هذا راه انجاز كبير. تبارك الله عليك. شكرا.